الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حنسوهن رسالة متن البناء، وحنسوقرني قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم إلى آخره. مؤلفك وحال كان قد قال إياه الأقسام الثمانية. فعلك قيبك لدون يلو قيبياه أيضا اعتبارات لدون السينيو. مرك فعلك من حيث التجرد والزيادة وحلو قيبني إلى مجرد ومزيد. فعلك سيدوك لو حلو قيبياه من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. مرك باب كدان صار خلاصينه. مؤلفك حوله دونا فعلك ثلاثك أم الرباعك إما ومجرد وإما مزيد فيه. مرك فعلك مركور سحوق قيبني إلى ثلاثي ورباعي. متكسو كميدانا إما مجرد وإما مزيد فيه. صوت فعلك كما مرنا إنه لغو زيادة حرف وإما إنه حول لغو زيادين. هذا حول لغو زيادين هو مجرد، هذه حرف أما صدح لغو زيادين هو مزيد. مرك فعلك وحوق يبنى ثلاثي ورباعي. ثلاثي وحوق يبسمى مجرد يمزيد فيه، رباعي وحوق يبسمى مجرد يمزيد فيه. متكسو كميدا أفرتان قيب وحلو قيبنيا إلى سالم وغير سالم. مرك أفرتاني مرك لو قلت طلبه وعاك صباحي الأقسام الثمانية. فرق يقول حيوان محي الصحيح والسالم. علماء مرك لا بقول بكليهين قار كمد علماء وحليهين الصحيح والسالم ومترادفان ولا بقرأي واسكمده. وأنا رأي الجمهور صاحب البناء وصاحب المراح نساسي كتغيان أيقو مرك وحليهين صحيحة ومرادف للسالم. معنى هذا مرك وحويان فعل كادوكا مرناضه وكرنا متقره من أحرف العلة والهمزة والتضعيف وحال أرنا يا صحيح وحاكل أرن كرتا سالم ولا كلمة دود واسكو معناه صحيحة يا سالم وحاكا سهر شيدا غير سالم أما غير صحيح. صدح بيوقع بسميان المعتل والمهموز والمضاعف. المعتل وغير سالم وغير صحيح سيدا وعد وقال ورمى. صابت أصول شيمت كمذا أيها وحلقها لي حرف من حروف العلة. سيدا وكلا وحلم ذا المهموز مهموزك وغير سالم وغير صحيح سيدا أخذ وسأل وقرأ. سيدا وكلا المضاعف مضاعفك وغير سالم وغير صحيح. مرك قول الجمهور مهموزك يا مضاعفك الغتر ما يصحيحة صببتها أحكام خاصة ليين سيدا مثلا إبدال يحذف يوحي لمده. مرك إن الغتر يا صحيحة صح مهني ليين جمهورته. سيدا بمعتلات كان الغترين كريم من الصحيح صببتها فعل كمعتلك أحكام خاصة يليه. سيدا وكلام مهموزك أحكام خاصة يليه مضاعف كان أحكام خاصة يليه. خلاصة مرك قول الجمهور وحليهن الصحيح والسالم ولبائري ومترادفانه. تعريف سنو ما سلم من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. مقابل كيسنو حال أرنيا غير صحيح أما غير سالم. القول الثاني وحضرنيا جماعة من العلماء علماء ذي هو رقيب كمذا سي سنجاني وكلا صاحب تصريف العزي والسيوطي في همع الهوامع والصبان وغيرهم يا معظم المعاصرين. أي قول كذو حورنيا الصحيح أعم من السالم أو حكو تعريفنا يعني صحيحة ما سلمت حروفه الأصلية من أحرف العلة فقط. صحيح حال هذا فعل كحروف تيسا أي كان بدقشه من أحرف العلة فقط. وحانا مرك مقابل كيسو النقونيا المعتل. إذن غير الصحيح هو المعتل. كدب مرك صحيح وعلى قيبنا سالم مضاعف مهموز. قول كان ذنبه وحورنا بين الصحيح والسالم عموم وخصوص مطلق. سالم هو أخص مطلقا صحيحا هو أعم مطلقا سيدا كالحيوان كالإنسان والحيوان وكله. مركز صحيح يا كدوين وكالحيوان وكله. سالم كان مركز وأخص وكالإنسان وكله. مركز وحال أورنيا فكل سالم صحيح. فعل كسو سالم وصحيح سيدا لو أورنيا كل إنسان حيوان ولا عكس. لكن عكس ما بنانا سببتها كل صحيح سالم وحيلم يتأذو يريو كل إنسان كل حيوان إنسان. مركا الصحيح هو كقدوين هي من السالم. إذا محالرنا بينهما
عموم وخصوص مطلق. انت هذا فهمتي. وحير المؤلف رحمه الله تعالى ثم اعلم واحد أوقاتا أن الفعل المنحصر فعل ككسو كوب مية في هذه الأبواب أبواب تأه وحو إشارة الأبواب 35 وهراء أصو شاقني مركا ثم علمت أنه حلوعت فياه هذا الكيسي هراء اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. واحد أوقاتا فعلك إنه يا إما ثلاثي بمعنى متصد حرف كوبا ثلاثي قاسو مجرد لقد ارتري زيادة وحروف تصودا وأصل ثلاثي قاسو سالم سالم هل كان وحوش هذا بمعنى الصحيح قول كي جمهور تأيو مريا تعريف كي سنوحوها فعل كستاء كمرا من حروف العلة والتضعيف والهمزة مقابل كي سنوحو نقنيا غير سالم كاس نوحوق بسميا معتل مهموز يمضاعف مركزا أقرأ إما ثلاثي مجرد سالم ويه وذلك النحو كرم أو كلا وإما ثلاثي ويه ثلاثي قاسو مجرد ثلاثي قاسو غير سالما أهين غير سالم كواتيان سو إشارني وحوش هذا مهموز مضاعف معتل كيكون مثالي وحيري نحو وعد مرك غير سالم كصدح قيبود ويان المعتل وافر قيبود ككوبا مثال سيدا وعد أو كلا أجوف سيدا قال أو كلا ناقص سيدا رمى أو كلا لفيف سيدا وقع أو كلا لفيف كلفتي ساقيب صمي دون سان أرك دون غير سالم كقيبتي سلبات والمهموز كان سدح بو قيب صمية مهموز الفاء سيدا أخذ أو كلا مهموز العين سيدا سأل أو كلا مهموز اللام سيدا قرأ أو كلا غير سالم كقيبتي سدحات والمضاعف سيدا شد أو كلا يرد يوحي لمذا مركوحي المؤلف وإما ثلاثي ويه مجرد غير سالم نحو وعد مثال يكوضا أمثلة أنصوشك نلوها سوز قليان وإما إنه نقضى فعل رباعي من أفر حرف ككوبا مجرد حروف الزيادة كمرا سالم نحو دحرج أو كلا وإما إنه نقضى رباعي قاسو مجرد رباعي قاسو غير سالما أهين نحو وسوس أو كلا مثلا وسوس ورباعي وأنا مجرد لكن غير سالم واي صببتها فاء الكلمة هي لقاها لي حرف من حروف العلة خلاف كاسي مركا لا إشارة دونا إن شاء الله تعالى مركا أفرتاس قيبوت وحوقب حي مجرد إما ثلاثي وإما رباعي متكسو كميدانا وسالم غير سالم أفر قيبوت كصوب حيه هادو حقو ذاك ليا مزيدكي وحيري وإما إنه نقضى فعلكي ثلاثي مزيد فيه حرف لغو زيادي ثلاثي كاز مزيدك وسالم وبمعنى كان مدقري من التضعيف والهمزة وحروف العلة وذلك النحو أكرم أو كلويان أكرم وعلى وزن أفعل أصوشي وحكام رنطة من حروف العلة حرفك زائدك هدوء نقضى همزة أم حروف العلة فعلك كسار ما من سلامته أو قاعدة وحيورنيسا الزيادة لا تخرج الكلمات عن السلامة بمعنى حروف الزيادة مسامينيان فعلك مركي لغا فيري من حيث صحة والاعتلال مثلا حوقل وسالم وزن كيدوا فوعل وذاني وحرف علة مع ذلك فعلك ميسن سامين فعلك ولي وسالم صابتنا وحوية فعل كان إنه سالم نقضوا حلو شرطنا إياه وسوشيس بمعنى فاء الكلمة أما عين الكلمة أما لام الكلمة متكمد وإنه نقضى حرف من حروف العلة أما همزة أما تضعيف حوقل أنت ولا قواي وحلم ذا إسلانقا وحلم ذا يضرب سببتها وصول الكلمة لجماهير حرف من حروف العلة أما تضعيف أما همزة لقى حضينا وهمزة القطع مركا أكرم وحنرنينا وسالم وزن كذن وأفعل وحيل وإما ثلاثي ويان مزيد فيه حرف لغو زيادي غير سالم عن سالم ناهين سيدا أوعد أو كلا أوعد أصل كذا وحويان وعد فعل كان مركا أصل كيسي يا لفيرنيا فاء الكلمة وحلقها لحرف من حروف العلة فعل كان مركا ومثال همزة هرنا مسامين يسو وحرف زائد قيب تضبات وإما رباعي مزيد فيه
رباعي لو زيادة حرف سالم سالم نحو تدحرج أو كلا. تدحرج على وزن تفعل. حروف تذا أصلك الدال والحاء والراء والجيم وحكم مريهين من الهمزة والتضعيف وحروف العلة. قيبت سيديدادنا وإما إنه نقدر رباعي مزيد فيه غير سالم سدا توسوس أو كلا. أصل كيس مركب حوها وسوسة مركب مضاعف. هذا هو مثال. علماء قالنا وحليين ميا علة وحلقة فيريا فعل كثلاثية. المعتل وحقوق خاصية هي فعل كثلاثية. أما الرباعية وحلو قيبية مضاعف غير مضاعف. نعم. ويقال وحال أرنيا لهذه الأقسام أقسام تنهض عن صوت شجني وحال أرنيا والله مقعدريا الأقسام الثمانية. مركب سديد قيب فعل كلو قيبنيه. وحكو حكي دونه الأقسام السبعة. الأقسام السبعة علماء الصرف عنايات فربضان يسيان. الأقسام السبعة معناه ذو حويان فعل كيا وحلو قيبنيه من حيث الصحة والاعتلال. مهمة بركة خاصة يوليه درسي نسوس على ياخذ دونا. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.